مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقت. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ عز، وحشتوني جدا جدا. احنا النهارده بقى هنعمل البيتيفور بطريقه سهله وبسيطه، ومقاديرنا 4 مقادير بس في الوصفه. تعالوا بقى نخش على الفيديو بتاعنا عشان ما اطولش عليكم. ثبتوا في الوصفه، نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. معانا هنا 3 كوبايات ونص دقيق، يعني نص كيلو. 400 جرام زبده صفراء فرن. انا برضك مستعمله فرن يا جماعه، عشان التانية ايه اللي نزلتي غاليه جدا. تمام. كوبايه الا ربع سكر بودره، ربع معلقه من الفانيليا، بيضتين، واحده بالبياض وواحده ايه من غير بياض، يعني فصلت البياض عن الصفار. ماشي، معلش انا ساعات بغلط معاكم. تعالوا بقى نخش على المقادير بتاعتنا كده سريع سريع ونعمل الفيديو بتاعنا. طبعا البوله بتاعتنا الحلوه اللي بنستخدمها كده معانا في الوصفات، هنزل كده ايه بالزبده. الزبده تكون طريه، وهننزل بكوبايه الا ربع من السكر بالشكل ده، وهنضرب بقى ايه المكونات الحلوه دي كلها مع بعض. تمام، بالمضرب. بصوا يا حبايب قلبي، احنا ضربنا ايه السكر والزبده بقى لونهم زي ما انتوا كده شايفين، لونهم فاتح. هننزل كده ايه بالبيض بتاعنا بالشكل ده، ونضيف الفانيليا، ربع معلقه من الفانيليا بالشكل ده، وهضرب تاني. احنا كده حبايب قلبي اهوت خلصنا. شوفوا ما شاء الله ادانا قوام حلو ازاي. هنعمل بقى احلى شويه بيتيفور يستاهلوا بقكم الحلو ده. هناخد بقى ذره ملح بسيطه خالص كده على ايدينا، هنضيفها على الدقيق بتاعنا زي ما احنا متعودين. حلو الكلام. هنقلب بقى الدقيق بتاعنا كده، وننزل واحده واحده شويه كده بشويه، ننزل على الدقيق بتاعنا ونقلب من تحت لفوق كده بالشكل ده. احنا كده حبايب قلب اهوت خلصنا عجينه البيتيفور. شوفوا شكلها جميل ازاي. تعالوا بقى اقول لكم هنشكلها ازاي. احنا معانا ايه قمع كده اهوت، شايفينه كده مشرشر كده بالشكل ده، واضح لكم بقى في الكاميرا. ده اللي هنعمل منه شكل البيتيفور. ودوت قمع تاني على شكل ورده. حلو الكلام. هنبتدي باول حاجه ايه الورده. هنجيب الكيس عادي اهوت، مش مكنه ولا اي حاجه، وهنحط فيه العجينه بتاعتنا. هتجيبي كوبايه كده ولا حاجه وهتحطيها كده، تحطي الكيس جواها وتعبيها عجين. هتعملي بقى احلى شويه بيتيفور. ما تقوليش بقى محلات ولا تقولي الكلام ده، انا جايبه لك سر من اسرار الايه المحلات الكبيره، مقادير ايه مظبوطه ظبطت السنين. نشيل ده كده، نجيب بقى الصواني بتاعتنا اللي هنشكل فيها. بصوا ده شكل الورده اهو. هنشتغل بقى مع بعض كده، نعمل وردات صغيره بالشكل ده لغايه ما نخلص. هي بس اتكت عليها بصباعك بس كده الحته اللي طلعت ديت وخلاص. تبقى شكلها كده. شوفوا الوردات جميله وشكلها ظريف ازاي. بصوا يا حبايب قلبي، ده شكل ايه البيتيفور بتاعنا. شوفوا شكله جميل ازاي. ده شكل الورده تحفه جدا. هندخله بقى على حراره كام؟ حراره 150. طلعي الفرن قبل منها على حراره 180، وبعد كده تخضي النار. هياخد لون ذهبي كده من تحت ونشوفه مع بعض. تعالوا بقى نعمل شكل تاني اللي هو شكل ايه اللي انا وريته لكم، اللي هو شكل المشط ده. بصوا بيبقى شكله كده حبايب قلبي اهو. اللي يعجبك بقى، عايز تعملي ورده، عايز تعملي كده زي ما انت عايز. تمام. انا جايبه لك مقادير سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت ايه تعمليها في ثواني كده. ما خدش مننا والله ساعه، وكنا عاجنين العجينه وما شاء الله يعني ياخد منك ساعه تسويه بس وعمايل. بصوا يا حبايب قلبي ده الشكل التاني اهو. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه ده؟ حاجه كده تحفه. احنا بقى بنسوي البيتيفور بتاعنا وهنشوفه كده بعد التسويه. بصوا يا حبايب قلبي البيتيفور بتاعنا اهوت ما خدش ربع ساعه تسويه. شوفي التسويه الصحيحه مستويه وزي الفل. بصوا دي التسويه، خد لون ذهبي خفيف كده من تحت. هنسيبه بقى لغايه ما يبرد، وتعالوا بقى عشان نزينهم كده مع بعض تزيين حلو كده، حاجه كده جميله جدا. احنا كده يا حبايب قلبي اهوت سوينا البيتيفور بتاعنا. شوفوا شكله جميل ازاي. شوفوا ما شاء الله عملنا كميه حلوه من 3.5 كوبايات دي قد ايه. تعالوا بقى ايه نزينه كده مع بعض زي ما انت عايزه. زينيه زي ما انت عايزه. احنا هيبقى معانا شوكولاته سايحينها زي ما عملناها في الايه البسكوت السابليه. معايا هنا شوكولاته مخرزه كده اللي هي الملونه دي، ومعايا مربى وشوكولاته بيضه، ومعانا جوز الهند. زي ما انت اي حاجه بقى انت عايزه ايه تشكلي بيها. تعالوا بقى كده نعمل اول واحده كده مع بعض. هناخد اول واحده كده هننزلها كده ايه في الشوكولاته كده بالشكل ده. تمام.
ونشيلها كده ايه بالشوكة اهيت. وهنحطها على ورق ايه، ورق زبدة. والتانية برضك نفس الطريقة هنحطها في ايه، شوكولاتة بيضة، تبقى شكلها كده. وديت تغطسيها كده بالشكل ده وتطلعيها كده بالشكل ده. والتانية برضك هنا. شوفوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. عملنا الشوكولاته البيضاء والشوكولاته الغامقه. معانا كور ايه اللي هي البسكوت دي، هنحطها على الغامقه كده من على الوش كده. والشوكولاته اللي هي البسكوت الغامقه هنحطها على الشوكولاته الايه اللي هي البيضاء. ودي طبعا هنسيبها زي ما هي كده. احنا كده يا حبايب قلب اهوت خلصنا البوتيفور بتاعنا. ايه رايكم بقى في التشكيل الجميل دوت؟ شوفوا زيناه كده وشكله تحفه. ايه رايكم فيه بقى؟ شفتوا الجمال والحلاوه؟ حاجه كده ايه جميله جدا. يا رب تجربوه كده، ومقادير سهله وبسيطه، وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا رايكم فيه ايه. متنسوش بقى في لايك وشير بقى يا حبايب قلب لاصحابكم وحبايبكم عشان كله يستفاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.